السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل الكشري المصري. يلا بينا نخش على المقادير. هنجيب بصلة متوسطة في 3 معالق زيت ونحمرهم، واحنا في نفس الوقت واحنا بنقطع البصلة ونحطها على النار تتحمر نكون احنا جايبين العدس بجبة، ده ربع عدس بجبة غسلاه ومنضفاه، منقيه الاول وغسلته ونقعاه في ميه عمال بس محمر البصله. هو العدس المستورد ما بياخدش وقت في السوى، بيستوي بسرعه، مش محتاج نقع يعني كتير، يا دوبك بس انا حاطاه في الميه عمال ما بحمر البصله باللون دوت. هنغمقها، ما تخافيش مش هتمرر ولا تعمل حاجه، زي الرز الصياديه بتاع السمك بالظبط. تمام. واول ما اتحمرت نزلت بلتر ميه عليها، عشان انا هسوي فيها العدس بجبه الاول وبعد كده هننزل بيه بالرز. دلوقتي نزلنا العدس بجبه، هنحط بقى التوابل بتاعتنا. هحط بقى كمون وكزبره وملح بس كده. تمام. الملح برضك انا هحطه قرب بعد ما تستوي عدس بجبه، احط الملح قبل ما احط الرز. انا هنا حطيت الملح بس معلش ما صورتهاش، هي معلقه ملح كبيره. تمام. ودول 3 كوبايات ونص رز. ماشي. وقلبته كده، وكنت حاطه فيها معلقه ملح كبيره. تمام، حسب الكميه بقى اللي انت بتعمليها وظبطتك في الملح. تمام. اول بقى انا سبته شويه على النار، واول ما الميه كده بصوا تقلت ازاي، ابتدي بقى احط الشياطه واوطي عليه، واكون بقى محضره طبعا المكرونه اللي انت عايزه تعمليها. انا في ناس بيحطوا الاسباجيتي او في مطاعم حاطين الاسباجيتي، انا حطيت خواتم والمرمريه الصغيره. تمام. نحضر بقى الصلصه بتاعتنا. ده لتر ونص الشفشق ده، حاطه فيه طماطم وفلفل، وهنا جايبه حله حاطه فيها 3 معالق زيت، وحاطه فيها 4 فصوص توم، ممكن تدوقيه وممكن يبقى متقطع زي الفته بالظبط. وهتحطي طبعا ملح وفلفل. تمام. يعني توابلها بسيطه جدا وكمون. تمام. نجهز بقى التقليه كمان بتاعه البصل. هنقطع البصل بالطريقه ديت رفيع. تمام. وشويه دقيق صغيرين زي دول، وننزل بالبصل من غير ملح ولا هننقعه في اي حاجه وهو ناشف. يعني اقشر البصله واغسلها، وبعد كده اقطعها تبقى على الناشف مفيش اي حاجه، وانزل بيها على الدقيق في الزيت. وعمال ما تتحمر بقى هنعمل ايه؟ احنا الصلصه اللي احنا حطيناها في اللي نعمل بيها الدمعه ما عملناهاش كلها، احنا سيبنا زي ما انتوا القدر اللي انا وريته لكم في الكاميرا كده، ومحضره توم وكزبره وكمون ودقاهم. تمام. وانزل عليها بشويه الطماطم دول، وانزل بالخل، وبعد الخل انزل بالشطه. تمام. وانزل بعدها بليمون. الدقه دي هتخلي لك طعم الكشري تحفه، ما بعملش الدقه ام ليمون، يعتبر فيها كل حاجه. انا حطيت 4 ليمونات وخل وتوم وكزبره وكمون بس. تحفه. وشطه طبعا. تحفه تحفه تحفه، بتخلي الكشري لو وحش طعمه تحفه. عن ثقه جربوها. انا حطيتهم هنا في علب اللي هي بتاعه المستردة والكاتشب، بنحط بيها الكشري. تمام، زي المطاعم يعني، عشان طبعا انا ما عنديش الازايز اللي هي بنحط فيها الدقه. كده احنا الكشري بتاعنا جاهز. يلا بقى بينا نغرف بقى الكشري بتاعنا. بص بقى الرز بني وجميل ازاي، طعمه تحفه تحفه تحفه. وبعد كده نزلت بالمكرونه، بعد كده بالصلصه، بعد كده بالدقه بتاعتنا الجميله. المكرونه طبعا بتسخنيها بمعلقه زيت وترشي فلفل اسود وتسخنيها، بتبقى في حله لوحدها. تحط الرز وبعد كده المكرونه وبعد كده الصلصه وبعد كده الدقه. وبرضك لو في حمص، بس انا ما عملتش بصراحه حمص عشان ما كانش متوفر عندي، ما كانش الوقت اسعفني يعني ان انا انزل اجيبه. والله كشري تحفه تحفه تحفه. وما تنسيش الدقه بتاعتي اللي انا عملتها دي اختراعي انا. جربوها ويا رب يكون بألف هنا وشفا عليكم، وجربوه بالطريقة دي وقولوا لي في التعليقات إن كان عجبكم ولا لأ، وبالأخص الدقة اللي أنا عملتها لكم. يلا بقى يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وأسيبكم في رعاية الله وحفظه وأمنه. باي باي.